هذا النظام ولا هذا العصابه، فهم كانوا قادرين يحلوا لك ملف تاع حقوق الانسان في الجزائر عن طريق الامم المتحده. الامم المتحده راكم عارفين شكون يحكم فيها. اذا هاد الناس ماهمش يدوا في المصالح تاعهم من عندكم، اذا ما كانش امريكا راهي تستنفع وتدي في المصالح تاعها من عندك. فلو كان عينها تضرك، كون عينها تضرك فريمون، كنت تحل لك الملف غير تاع حقوق الانسان في الجزائر. الناس اللي اغتصبتوهم في السجون، الناس اللي عذبتوهم، الناس اللي هجرتوهم، الاحكام تاع السوفيه، الاحكام تاع الحبس اللي تمدوا فيها للناس بالقناطر المقنطره داخل الجزائر، الناس اللي ما تخرج تقدر تخرج تهدر، الناس اللي تخرج في الطريق تمشي تروحوا تجوا تخطفوها. يحلوا لك هذا السوجي، يحلوا لك هذا الملف، يحلوا لك هذه النافذه، وبهذه يزيدوا يورطوك توريطه تاع كلاب، توريطه ما تخرجش منها بالقرعه تاع هذا هو اللي راه يتكلم. وهذا هو الملف لو كان عينهم يزيروك ولا يعصروك ولا يخرجوك من عين البرا. هذا هو الملف اللي يقدروا يخرجوا بيك من عين البرا، وتولي انت متورط وجماعتك متورطين. هذا اذا حبوا يورطوكم كاشخاص في هذا النظام، سواء بوطبون ولا سواء من على راس جهاز المخابرات ولا غيرهم من الفوايوات اللي مارسوا التعذيب على الناس. لكن هذه الملفات هما ما عندهمش فايده كي يورطوكم بهم، لانهم ماذا بهم يبزنسوا معاكم بهم باش تبقاو انتم في السلطه. وراهي باينه عيني عينك. زيد اذا تتكلم على هذه، نسيت انت تاع الطغاة يجلبون الغزاة. انت عارف انت باللي الطغاة يجلبون الغزاة. واليوم جايب لي شويه عرايه في التيك توك، جايب لي غير العريان وخوه، وقاعدين يحوسوا يمانيبيليو الناس باللي رواحوا ونا ومستهدفين ودايرين وعاملين وراهم يديروا لنا وراهم يعملوا لنا ومانيش عارف انا واش. ياك هو يقول لك صحابي وانت تقول راهم يستهدفوا فينا. راهم وجديكم على بالكم، نبغي نخبركم من دروك لخوتنا اللي حابين يخرجوا، اللي الاحرار اللي راهم باغي يجوا في 19، لان كاين احرار اللي راهم رايحين ويخرجوا في 19 مارس. باش تفهموا باللي راهم جايبين شكاره تاع تصاوير تاع بوتبون باش يسينيو له العهده الزوجه في البلاص دو لا ريبوبليك. هذه هي القصه. منظروك راهي بريباراسيون على قدم وساق. سمعتني يا الحاج مستر ابي؟ هذه هي على قدم وساق. بعد ما سكتوا الاحرار بالاعتقالات، بالتخويف، بحرق الغباء الغوابي، بالحرق البني ادم، بالقتيله تاع جمال بن اسماعيل ربي يرحمه ويوسع عليه، بالقتيله تاع المحامين، بالتخويف. الان يحوسوا يخرجوا لك الطرف الاخر تاعهم اللي باش يناوروا به في الخارج ويسيوا ويجربوا باش يزيدوه لداخل. بعد ما قدرش هو يخرج يحوس يخرج الناس. تبون ما قدرش يخرج، هو ما قدرش يخرج باش يقابل الناس اللي باسبوع اللي فوطاو عليه، ما قدرش يخرج عليه عندهم، ما قدرش يخرج لهم، فيحوسوه هما يخرجوا الله. انا عمري ما انا شفت تشوف في اي بلاد تشوف الرئيس هو اللي يخرج عند شعبه سوا ديزون. الشعب الرئيس هو يخرج، لا هو انتم خرجوا لي، انتم روحوا لي. هذه كاع ما صراتش، هذه كاع ما صرات وما صرات. عبك وحده التبهديه راهم صارين عندهم. هذه باش تكونوا في الصوره خوتنا اللي راهم في الداخل وفي الخارج. هذه سيتون بريباراسيون بور العهده الثانيه. شكون نسالوها؟ هذه راهي تهيئه الطريق للعهده الزوجه تاع بوطبون، وتبقى البلاد تزيد تغرق وتزيد تغرق وتزيد تغرق. واذا هذا العصابه حقيقه ان هذا الامريكان راهم يهدوا فيهم ويمناسيو فيهم وباغي يعاقبوهم وباغي يديروا لهم وباغي يعملوا لهم، فيخرجوا هما يتكلموا بالاعلام الرسمي تاعهم. هما جامي يتكلموا على البروباغندا اللي يسوقوها اوتوماتيكمون خاصه فيما يخص الامريكان باش يخرجوا يتكلموا عليها في التلفزيون. اذا كانوا يبلعطوا هذا ماهوش ذباب وفيسبوك ويوتيوب وتيك توك، عارفين باللي يغلط عليهم الحبل. فبالتالي واش خرج
الناس باللي روحوا قولوا ديروا القالب باللي راهم بيعاقبونا، والكونغرس تخرج وقول باللي غادي يديروا لنا وغادي يعملوا لنا وغادي يعاقبونا وغادي كذا، باش يلتفوا بهم الجواري تاعهم ويخرجوا من بعد يسوقوا لك باللي الشعب، ومن بعد يروحوا يفوتوها لك في التلفزيون. الشعب يطالب بطبون بالعهده الزوجه، ورفعت يسوقها لك للعالم كامل، ويسوقوها لك يدوا الشرعيه الافونس، يدوا الشرعيه قبل ما تلحق الانتخابات. يعني حتى ويبغي يترشح واحد ضد بوطبون فهو خاسر من 19 مارس 2023. سي بون. اذا قرر اي واحد، هذه اذا قلنا باللي تكون كاين انتخابات ونزيهه ودايره وعامله وسوقها كما تحب، اذا قرر اي واحد منافس لبوطبون او ارنب من الارانب اللي غادي يجيبوه البوطبون كخصم سوا ديزون، فيكون قد حسم امره في 19 مارس 2023. وهذه نظريه كان دارها ديجا من قبل السيسي. فهم دروك ولا ما فهمتش؟ هو دروك واش راه يقول لك؟ يقول لك لا ما تخرجوش على جالي. كيفاش؟ نفس الاستراتيجيه اللي كانوا يقولوا لهم، اللي كانوا يتخباو مور المجاهدين والشهداء ربي يرحمهم ويوسع عليهم، نفس النظريه اللي كانوا يتخباو مور جبهه التحرير الوطني وردوها من بعد حزب، ومن بعد ولاو يتخباو من موراها. فهمتوا ولا ما فهمتش؟ هي نفس النظريه راهم يعاودوا لك فيها دروك، راهم يتخباو مور لاجيري، وعندهم دوك ما بقاوش يبزنسوا بالقديم، لان هذاك صاي قديم ما عندهمش، ما تزيدش تبزنس به مع جينيراسيون اللي تاع 2023 و24 و25 وهي جايه. فاوتوماتيكمون البديل رانا مهدين، رانا مستهدفين، رانا مقصودين، راهم حاطيننا في البال، راهم دايريننا بين العينين، راهم يتشاروا علينا، راهم يتنعتوا فينا بالاصبع. هي نفس الطريقه، هي مواصله بقاء هذا العصابه بطريقه او باخرى. كاين مجموعه من الناس اللي هما ديجا اصلا فوندو بزناسه وخدمتهم التبزنيس، ومنهم الناس اللي راهي تدعي اللي قلت لكم البارح، كانوا يجوا عندي ويقولوا يحوسوا يتوسطوا الاولاد المعاليم اللي كانوا ساكنين معاهم في كلوب دي با، ويحوسوا على لي بورسونتاج ويحوسوا على الدراهم. الوغ من بعد نزيد نخرج لكم لي ميمو، نخرج لكم كلش. دروك خاصكم دروك نتعرى عليكم، وانا نقول لكم بلي مازال ما نتعرى ضربه واحده، بس خاصكم نتعرى عليكم، نتعرى عليكم ضربه واحده. هكذا خاصكم دروك نخرج لكم كاع الكاينه واللي ما كاش، بما انكم وصلتوا تسبوا في الناس وتسبوا في الاحرار، والناس اللي تعارض هذا النظام تقولوا عليهم خوانه، وجدودهم فرنسيس وجداتهم فرنساويه ولا مش عارف شكون تهضروا. ذاك نشوفوا شكون اللي كانوا يدوا ويبزنسوا، وكانوا ديجا اصلا يبزنسوا باسم امير ديزاد داخل محميه كلوب دي با. صافا كوم سا. المهم اذا انت تقول لي نروح خرج من الطريق غادي نخرجوا باش الملكيه الامم المتحده شكون يحكم فيها؟ مين تدي الاوامر تاعها اصلا؟ كاع الامم المتحده ومجتمعين فيها دول، وهذيك هضره زايده واخرى عليه من الطريق، ولكن اللي قرر في النهايه شكون؟ الامريكان. نقول عينهم بعروكم الامم المتحده في ملف حقوق الانسان وطبونكم شاقلكم. عدم التدخل في شؤون الغير، عدم تدخل والسماع والطاعه للامم المتحده، القوانين الدوليه. نعم، الامم المتحده اللي تقرر الامم المتحده احنا نطبقوه. صافا كومسا؟ صافا كومسا ولا ما صافاش؟ صافا كومسا ولا ما صافاش؟ ها قاعدين تبردعوا في الناس وتحوسوا تجيبوا به 20 عام واحده اخرى، وتحوسوا البلاد تقعد رهينه عند هاد الفويوات، مرهونه عند عصابات، مرهونه عند لي جينيرو قاعدين حاطين لك كل خطره يجيبوا لك بوبيه يحطوها لك ثم تجي واحد قاعد مش عارف بغى يقول فمي، بغيت نقول كلمه كبيره، قاعد يحرش بالناس وقاعد يزبل من فمه. هو جاي لك السمع والطاعه. قاعدين تحوسوا تمانيبيلو الناس. النهار الاول تقولهم بالكاشير ومن بعد بالميل فيطر، وكل لا
وخطره اللي فات لا نخرجوا من اجل الشهداء ربي يرحمهم ويوسع عليهم، وكل خطره يجيبوا قالب، كل خطره يحوسوا على قالب غير باش يجروا الناس باش يديروا بهم فطوات، ويدوا فطوات ومقاطع فيديو يترجموها كما يحبوا، ويزيدوا يدوا منها اصوات فخامات تاع بوطبون وتحيا بوطبون وتحيا شنقريحه وتحيا، ويسوقوهم للناس هي هاك بلع والسلام عليكم، ويسوقوها للداخل وللخارج، والعهده الثانيه ضامنه من 19 مارس. لذلك باش يكونوا خوتنا على علم، كاين العديد من الجزائريين المتنقلين من عده دول أوروبية إلى باريس، وناس اللي راهم في فرنسا يتنقلوا إلى باريس من أجل رفع صور المعتقلين السياسيين، معتقلين الرأي، وهذا البوفوار أساسان من الآخر، بوفوار أساسان. حنا ما عندنا حتى اختلاف مع بلادنا، عندنا اختلاف مع هذا الفوايوات. ما عندك لا تهديدات وخرطي هذا لم يخرطوا عليكم، وامريكا وما امريكا وطيطيط والكونغرس والخرده اللي قاعدين يحرشوا بالناس ويشوفوا في الناس كشغل ذراري، كشغل راهم يشوفوا في الناس، راك شغل راهم هادو ديجا راك تقول لهم راهم في الاوروب، هادو ديجا اصلا راهم في الاوروب. هاد الناس اللي كتخاطبوا فيهم وتقول لهم هذا راه في اوروبا وعارف وشايف وراه يشوف في كلش، تحوس تمانيبيليه وترده زعما كشغل خروف، تحوس غترده قنينه. مش عارف كيفاش راكم تشوفوا في الناس، كيفاش راكم تشوفوا في الناس، تشوفوا فيهم باللي حابسين ما همش عارفين ما همش كوافا. ما فهمتش انا كيفاش راكم تشوفوا في هاد البشر وفي هاد العباد، الدنيا راهي مارقه. انا كيفاش راكم تشوفوا في هاد البشر وفي هاد العباد، الدنيا راهي مارقه.